مين فينا بقى ما فكرش يشتريه كده في اي عزومة واتفاجئ من السعر؟ يا اما سعر مبالغ فيه وجودة مش اللي هي، يا اما جودة كويسة وسعر ما نقدرش عليه. هقولك بقى على انجح واظبط طريقة تعمليها لتتبيلة الديك الرومي تطلعه معاكي ناجح جدا جدا، واخد لون حلو قوي متكرمل كده زي ما انت شايفاه من غير ما نكرمله ولا اي حاجة، واخد لون بقى تحمير وذهبي وحلو خالص ونشفان وقرمشة من غير ما نحمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده الديك القمر ده، ولكن قاسمينه نصين عشان واحده حبيبه كده كانت حابه طريقه تعمل بيها نص ديك. الاول انا عندي ديك رومي، ايا كان الوزن مش هتفرق معايا، اللي عندي ده وزنه تقريبا 14 كيلو. غسلته كويس قوي، نقعته ليله كامله في محلول نقع، هبقى اسيبه لكم في الكومنتس. وعلشان نجهز الخلطة بتاعته بقى هحتاج لبصلاية كبيرة وطماطماية كبيرة ونص جزرة ونص قرن من الفلفل. ممكن الفلفل يكون حار او عادي على حسب رغبتكم. فرمتهم كويس قوي بقى كده ناعم جوه الكبة، وتقدروا تبشروهم على ايديكم، ولكن على انعم حاجة تقدروا عليها مفيش مشكلة. نزلت بقى كده بمعلقة ملح كبيرة، معلقة من بهارات المشاوي، معلقة صغيرة فلفل، توم باودر، بصل باودر، كزبرة وبابريكا، ومعلقة صغيرة من الكاري. حطيت عليهم نص كوباية من عصير البرتقال، ومعلقة كبيرة تقريبا من الزبدة، ومعلقة كبيرة صويا صوص ودبس رمان، ومعلقتين كبار من صوص الباربيكيو. عايزة اقول لكم بقى التتبيلة دي خطيرة، تنفع لأي مشاوي، هتبقى معاكم حلوة جدا مع البرتقال بقى كده، وطعمه والمزازة اللي فيه مع ميكس التوابل اللي احنا عملناهم هيديكم نتيجة حلوة قوي. الديك بتاعي بقى المحترم ده انا مش عايزاه سليم زي ما انا قلت لكم، غسلاه كويس قوي زي ما انتم شايفين، نقعينه واخد ريحه حلوه قوي من البرتقال والنقع، طالع حلو خالص. قسمته لجزئين كده زي ما شفتوا، مش بالسهوله دي على فكره. خلوا الفرارجي يقسموا، بتاع الفراخ يقسمه لكم، او انتوا اقسموه، ولكن المساله هتكون متعبه شويه. علشان بقى الصاج اللي هنشوي فيه او علشان الديك بتاعنا هنحتاج لصاج فرن يكون مقاس النص اللي احنا هنستعمله، او على لو هتعملوه سليم. هنبطنه كويس قوي بورق الفويل وبورق الزبده. هنمسك الديك بتاعنا بقى كده، بصوا انا عايزاكم واحده واحده على الاقل من مهلكم على الديك. جهزت كده الصاج بقى اللي هنشتغل فيه، والنص بتاعنا بصوا اللهم بارك حلو جدا، ما فيهوش اي زفاره ولا اي حاجه، محلول النقع اللي عملناه خلاه نضيف جدا وحلو خالص. تبلناه بقى كده واحده واحده بالخلطه الحلوه اللي عملناها دي، من بره ومن جوه، من تحت الجلد ومن فوق الجلد. انا عايزه يعني ما تسيبوش مكان، امسكوا كل الاماكن كده، وانتوا بتمسكوا الاماكن دي اضغطوا كده بايديكم كانكم بتعملوا مساج للديك، علشان اللحم بتاعه كده يبقى طري. يعني واحنا بنحط التتبيله احنا ضاغطين على لحم الديك علشان اللحم بتاعنا يبقى طري، في نفس الوقت يشرب من التتبيله. الديك بتاعنا هيتسوى على مرتين، خدوا بالكم، او هيتعمل تتبيلتين. ركزوا بقى كده، ولو وصلتوا لحد هنا متنسوش لايك وشير كومنت لطيف زيكم علشان دعمكم بيفرق كتير. شلته كده بقى على جنب، والتاني تبلته وعملته بنفس الطريقة برضو في صاج من غير ما ندهنه اي حاجة، بطلناه بالورق الفويل والزبدة. هنحط معاه شريحتين كده او 3 من الليمون، هيدوا نكهة حلوة قوي في السوا وطعم لطيف. هنبدأ بقى علشان نسويه كويس قوي ونضمن ان هو يكون متسوي حلو، هنلفه كويس قوي قوي بورق الفويل. بنغطي اول طبقة، هنرجع نجيب ورقة فويل تاني ونغطيه من فوق. اتأكدوا ان انتوا بتغلفوا كل جزء كويس جدا. والتاني برضو غلفته بنفس الطريقة، ودخلتهم على الفرن تقريبا كده ساعتين. يعني أول مرة احنا بنسويه فيها مش بنسيبه الوقت كامل، بعد ساعتين بنفتح عليه وبنبدأ كده بقى نلف العظمة بتاعة الورك دي بورق فويل، وبرضو عظمة الكتف. وهنبدأ ننزل أي توابل زيادة أو قشور كده اللي هي من فرم البصل أو الميكس التوابل اللي احنا كنا عاملينه. هنحتاج بقى لحوالي 200 جرام من الزبدة. تقدروا تستعملوا سمنة عادي، ولكن عايزة أقول لكم الزبدة بتاخد الطعم في حتة تانية. حطيت عليه بقى ربع معلقة صغيرة من كل التوابل الحلوة اللي استعملناهم، وربع معلقة صغيرة من الملح. هبتدي افرم ده كله كويس قوي، اخلطه كويس قوي مع الزبدة، وبعدين هندعك بيهم الديك بتاعنا. بصوا يعني عايزة اقول لكم بقى ايه، البسوا جلافزات كده بقى في ايديكم، المعلقة مش هتنفع، لازم 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 تغطوه كويس قوي بالزبدة. عايزين تقلبوه وتدخلوا برده زبدة، لكن احنا اصلا اوريدي حاطين زبدة في التتبيلة الاولانية، فهتخلي معانا التست مظبوط جدا من اول مرة. هنديله مرة وندخله كمان بقى ساعتين 3 ساعات لحد ما ياخد وقته كامل من السوا. لكل كيلو من لحم الديك الرومي بياخد نص ساعة من السوا جوه الفرن.
المرة التانية اللي دخلناه فيها بقى، اللي هي مدتها تقريبا ساعتين او ساعة ونص، 3 ساعات ايا كان على حجم الديك، احنا ما بنغطيهوش، بنستنى عليه وبيبدأ ياخد اللون الحلو ده لوحده. لو حسيتوا ان هو ما خدش اللون المطلوب تقدروا تولعوا عليه الشواية من فوق وتراقبوه علشان يبقى واخد لون قمر كده. بعدين بقى من الصوص اللي نازل منه كده مع دهنة زبدة خفيفة هنلمع الوش بتاعنا، وزينه بقى كده بشوية من شرايح البرتقال والخضار، او قدموه مع رز زي ما تحبوا. ولكن عايزه اقول لكم حرفيا الطريقه دي هتكون خطيره، هتعتمدوها بعد كده في اي مشويات، هتجربوها مش هتنسوها. كل اللي هيدوقها مش هيصدق خالص ان انتوا عاملينها في البيت، هيبقى مقتنع تماما ان انتوا عاملينها بره. عايزه اقول لكم بقى متنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو، كومنت لطيف زيكم، صحة هنا.